السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا هذا الفيديو. اليوم غنشارك معكم واحد تشيز كيك على طريقه ديالي اللي كيجي ساهل ولكن المذاق خطير. نتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو وطريقه التحضير والمقادير ديال هذا التشيز كيك. صراحه نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في الكومونتيرات كي جاكم. ما تنسونيش عافاكم بواحد لايك واشتراك وتعليق في القناه. دابا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير ديال هاد تشيز كيك. غنحتاج البنان كميه اللي بغيتو على حسب العدد الاسره. انا عندي هنا واحد بسكوي، هذا نتوما استعملوا اي بسكوي بغيتو، اوريو، اي نوع بغيتو. المهم انا اختاريت هذا اللي ديال الكوك، تيجي فيهم رائع. عندي هنا واحد 6 تاع العلب، وعندي هنا واحد 5 ديال الدراهم ديال ماروخه. اي نوعيه شوكولاته بغيتو ديروها. وعندي واحد شويه اللوز اللي حمرته حتى هو. وعندي 2 علب ديال دانون ديال الشوكولات، والاخر ديال الجبن هذا اللي تشوفوا معايا في الصوره. وهذا الكريمه. تنفضل انكم ملي تبغيو ديروا هاد التشيز كيك ديروا هاد الكريمه هذه السائله، احسن من ديال البودر. ما تجيش فيها سميتو البودر، تتكون فيها شويه كميه ديال الحلاوه اكثر من هذه، وهذه تجي مع الجبن اللي غنديرو اولا هاد دانون تجي معاه معتدله. المهم تنشد انا نص الكميه اللي بغيت انا، حيت انا محتاجه غير نص العلبه. نتوما بغيتو ديروا علبه كامله على حسب عدد الاسره ديروها. المهم انا درت نص ديال العلبه، درت مع دوك 2 علب ديال بيري. ممكن تزيدوا 2 اخرين، ولكن الا درتو نص ديال هذيك العلبه كافيكم هاد 2. صافي تنطربهم مزيان تيندمجوا ليا مع ديك الكريمه وتطلع تتشد في راسها. من بعد تنحضر واحد صوص شوكولا اللي تجي ساهله وبنينه وفي نفس الوقت اقتصاديه. نتوما الشوكولات اللي عندكم، شتيت الا كان عندكم ديال داك تاع 4 دريال، ممكن ديروا واحد 5 دراهم مع دوك 2 علب ديال دانون ديال دانيت اللي وريتكم في الاول. غادي تذوبوا داك الشوكولاته تيذوب، وتزيدوا عليه دوك 2 علب ديال الشوكولات باش تيذوب معاهم. صافي تديروا ليه حمام مري وتخليوه يذوب. المهم غندوزو دابا لطريقه التقديم ديالها. غنحتاج كويسات ولا زليفات ولا مول كبير ولا اي حاجه بغيتو ممكن ديروها. انا فضلت نقدمها في هذه الكويسات، وانتم لكم الاختيار. كنشد الطبقه الاولى تندير فيها بسكوي. انا ديجا بديت تندير بسكوي هكا في التحت، كنزيد عليه معلقه ديال ديك الصوص اللي درنا باش تفزق لينا داك بسكوي وفي نفس الوقت يجي بنين. صافي غادي ندوز نزيد ليها واحد سمحوا لي غندير نزيد ليها ديك الكريمه بحال هكا كما تشوف معايا في الصوره. وغادي ندير دوك الطريفات ديال البنان اللي قطعت، نحاولوا نبينوهم في الجنيبات باش هكا في الجنيبات يبانوا لينا في الكاس، يعني يبانوا الطبقات ديال الاشياء اللي درنا. صافي وغادي نزيد لهم شويه ديال دوك المكسرات والشوكولات اللي قرطته هو مكعبات هكا شويه صغير، وهذا واللوز حتى هو هرمشتو وزدتو. صافي غندير طبقه اخرى ديال الكريمه، وغنزيد عليها طبقه اخرى ديال هذا البسكوي كما تشوفوا معايا. وممكن هنا تزيدوا الفريز، تزيدوا التفاح، تزيدوا اي حاجه. التفاح الا بغيتي تزيدوه ضروري تصوطيوه في شويه زبيده وشويه سنيده وقريفه باش يعطي البنه. صافي وكما شفتوا معايا تندير داك بسكوي، غنزيد ليه واحد شويه من ديك صوص الشوكولا كما قلت لكم باش تبنن داك بسكوي وفي نفس الوقت يفزق بحال هكا كما شفتوا معايا هكا. صافي غادي نديرها وغندير واحد الطبقه الاخيره ديال هذا الكريمه. صدقوني هاد الكريمه تجي خطيره تشيز كيك تجي فيها بنه رائعه. تنتمنى انكم تجربوها. صافي كما شفتوا معايا غندير واحد الكميه ديال هذا. تبارك الله خرجت لي هذيك الكميه، خرجت لي شي 7 تاع الكيسان في هذا القياس هذا. صافي غنزيد من الفوق واحد شويه ديال اللوز، شويه ديال الشوكولات كونكاسي، وغنزيد مازال هذيك البنينه حتى هي غنزيدها من الفوق، وغنزينها بشويه ديال ديك الصوص الشوكولا. وكما شفتوا معايا سهله واقتصاديه وتجي بنينه كتحليه. الا جايين عندك ضيوف ممكن ديرها في ديك لي باغين صغيورين، دوك الكويسات الصغيورين. ممكن ديروها مول على شكل كبير، لكم الاختيار. اهم حاجه هي البنه. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم، ونلتقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال هاد الكويسات هادو.
شوفوهم كيف جاو ان شاء الله تعجبكم هاد تشيز كيك على الطريقه البسيطه اللي قدمتها معكم. هانتوما كيما شفتوا معايا تجي رائعه، وانتم تزيين يبقى لكم الاختيار، وكما قلت لكم ممكن تزيدوا تفاح الفريز اي حاجه بغيتوا. دابا ما بقى لي الا نقول لكم بسلامه عليكم، والى اللقاء ان شاء الله في وصفه قادمه باذن الله. ما تنسونيش بواحد لايك، الله يجازيكم بخير، وتعليق في القناه، وشاركوا القناه ديالي مع اي ناس عزيزين عليكم.